هنا والاستمرار في البقاء فترة أطول في هذه المدافع. تميز في قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات، والآن لديه مساحة كبيرة يمر بشكل جميل، والآن والفرصة هنا يقطع الكرة. تروح الآن جميلة خلف الدفاع. هذه لعبة خطيرة والفرصة يا إلهي. عرضية من برونو فرنانديز. يتبقى إلا الشوط واحد. انخطفت الكرة. لديه حلول كثيرة الآن محمد صلاح. الكرة على المناطق، يسدد كرة في التحضير من أجل التسديدة. البحث، تدخل رائع هنا، فرصة كبيرة له ومجهود غير عادي يستعيد به الكرة. يحاول هذه هدف آخر راح يخلي الفريق يلعب بأريحية أكبر، ولهذا رأينا هذه الفرصة. أصبح خطير الكرة، جول! المباراة تعود لنقطة البداية. فيها مغامرة هذه الكرة، خطيرة هنا. يا له من تصدي من حارس المرمى. عنده القدرات العالية وواضح أنه عازم على إظهارها بكل قوة هنا. ركنية رقم 2 بالنسبة لهم. انطلاقة الوقت الإضافي. يحث المدربان لاعبيهم على الاختراق وتسجيل هدف. هل يمكن التسجيل في هذا الشوط؟ أظهروا إصرارا كبيرا وعزيمة هائلة في هذه الدقائق بالذات بعد هدف. تدخل استعادة الكرة. اونانا، ديوغو دالوت، برونو فرنانديز. لعبة رائعة الآن. خيبة أمل بالطبع، ويجب أن يكون هناك تركيز أكبر. هنا التسديد. أي فرصة ضاعت هنا. مباراة مثيرة وصعبة. أعتقد أنه هدف من الممكن جدا يكون كافي حاسم للخروج منتصرا في هذا اليوم. ركنية هي الثالثة اليوم. أليسون سعيد بهذه الكرة السهلة. الركنية ضاعت، ولا نشوف فرصة مضادة. تحول سريع في الملعب. تحتاج إلى تركيز. 120 دقيقة لم تحسم الأمور. الآن سنتجه لعلامة الجزاء لمعرفة من يحسم هذا اللقاء الصعب. الآن 1-0. يا لعيب. ماتياس كونها يحاول حفاظ على تركيز الآن من أجل التسديد. الله على هذا التصدي هنا. هل ينجح في تعميق جراح الخصم؟ الآن الفارق ركلتين. هذه الركلة ستنتهي المباراة. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. تعزيز التقدم بكل هدوء منخفضة في الجانب الأيمن. إذا ضاعت هذه الركلة ستنتهي المباراة. تقدم وسددها بكل ثقة. هدف سيعني لهم الكثير في مباراة اليوم. الله على اللقطة وعلى تألق حارس المرمى. هذه كرة في المرمى. 3-3. خامس لاعب من أجل تنفيذ الركلة. تصدي غير عادي، حارس كلف. أوه، كرة رائعة. كبير مع كل ركلة. تحتاج إلى شجاعة وتركيز كبير. يبدو واثقة من نفسه هنا. حافظ على تركيزه ولم يتشتت قبل التسديد. على لائحة المنفذين. ينقذها الحارس. يا سلام. تصدي.
يا سلام، ينجح في ثامن. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء. المباراة الفريق كان بحاجة إلى الفوز اليوم، تمكن من تحقيق نتيجة رائعة.